النهارده بقى هعمل لكم كيكه البرتقال بطريقه لذيذه وسهله والطعم ما حصلش. يلا بينا نبدا حكايه كيكه البرتقال. طعمها ايه حكايه، وتعالوا نجيب الموضوع من البدايه. هنجيب 3 برتقانات ونغسلهم كويس، وبعدين هنقطع ال3 برتقانات دول شرايح رفيعه خالص خالص كده اهو. البرتقان اللي انا مستخدمه دوت برتقان بسره، مش برتقان بلدي. بعد ما خلصنا تقطيع البرتقان هنخش على التسويه بتاعته. هنزل بكوبايه سكر وكوبايه الا ربع ميه، ودي نفس الكوبايه اللي عايرت بيها السكر، وده اختياري حبهان مطحون. استخدمت الحبهان علشان ريحته العطريه، بس انتوا ممكن تستخدموا مكانه قرنفل مطحون، او ممكن ما تستخدموش حاجه خالص. هنقلب السكر والميه والحبهان لحد ما السكر يدوب خالص في قلب الميه. اول لما الاقي الميه بدات تغلي ابدا انزل بشرايح البرتقال. بعد حوالي 7 دقايق ابدا اقلبه على الوش التاني. هنهدي النار شويه لحد ما الميه كلها تنشف ويبدا البرتقال ان هو يتكرمل. اول ما تشموا ريحه الكرمله كده بدات تطلع هنطفي عليه على طول. كده الميه نشفت وبدات الميه اللي جوه شرايح البرتقال تنشف هي كمان. انا مش عايز انشفه اكتر من كده، انا عايز اخليه طري وبس كده. هنطفيه ونبدا نجهز الكيك. يلا بينا. وعلشان نجهز الكيك هننزل ب3 بيضات، ولكل بيضه هنحط ربع كوبايه سكر، يعني كوبايه الا ربع، رشه ملح خفيفه خالص، وهنضربهم لحد ما الخليط كله يبقى لونه فاتح خالص، لحد ما لونه يبقى بالشكل ده. بعد كده هنزل عليه بربع كوبايه زيت زيتون او زيت عباد، ونص كوبايه عصير برتقال، رشه فانيليا. الفانيليا اللي انا هستخدمها فانيليا بطعم البرتقال، بس انتوا ممكن تحطوا الفانيليا العاديه. نص معلقه بيكنج باودر او محسن كيك. هنزل بكوبايه دقيق واقلب ونشوف القوام هيوصل لحد ايه، عشان ممكن نزود دقيق. القوام كده طلع سايل شويه، هننزل بحوالي ربع كوبايه زياده. كميه الدقيق هتختلف على نوع الدقيق اللي انتوا بتستخدموه. كده تمام. بعد كده هجيب الصينيه مقاس حوالي 24، نبل بس الارضيه بتاعتها كده بالميه علشان ورق الزبده يلزق عليها كويس. نجيب بقى البرتقال اللي احنا عملناه. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، حاجه تحفه خالص. نبدا بقى ان احنا نرصصها في قلب الصينيه. ممكن نعملهم طبقتين، ممكن نعملهم طبقه واحده، مفيش اي مشكله. انا هنا هعملهم طبقتين، يعني هعمل البرتقال ده طبقتين. دي بقى انا هاكلها. جامد قوي. انا عامل بالزياده علشان يتاكل لوحده. بعد كده هننزل بالخليط. هنديلها بس ضربتين كده بس. ندخلها الفرن على حرارة 180 لمدة نص ساعة، وبعدين هنبدأ نجهز صوص البرتقال. هجيب كوباية عصير برتقال، عليها حوالي 4 معالق سكر. هفضل اقلب السكر لحد ما يدوب في قلب عصير البرتقال، وممكن نزود عليه شوية فانيليا. اول ما يبدأ مرحلة الغليان ههدي النار عليه خالص واسيبه لحد ما الصوص يبدأ يتقل شوية، وده الشكل النهائي. نبدأ بقى نخرمها شوية وننزل بقى بالصوص بتاع البرتقال. نبدأ بقى نقلبها، نسلكها بس من الحروف الأول. الله الله الله. ننزل بقى بباقي الصوص. كمية صوص البرتقال ديت ممكن نزودها أو نقللها على حسب ما انتوا بتحبوا الكيك يكون عامل ازاي. لو محتاجين الكيك يكون طري خالص هنزود كمية عصير البرتقال، والعكس طبعا. وده الشكل النهائي. يلا بينا بقى نشوف الكلام ده بيقول ايه، لان انا خلاص مش قادر. بصوا بقى الشكل والجمال ده، حاجة لذيذة خالص. طب يلا بينا ندوق. بسم الله، نشوف طعم الكيك لوحده عامل ايه. حلوة قوي قوي. طعم البرتقال فيها لذيذ جدا. طب ندوق بقى ايه مع البرتقال الكرملة دي، ونلحقها على طول بحتة كيك.
طعمها بجد حكايه. ما تنسوش تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتمنشروا لحبايبكم اللي هتاكلوهم كيكه البرتقال دي. اشوفكم في فيديو جديد. نجيب بقى البصل اللي احنا كرملناه. ايه مش عايز تنزل ليه؟